بص يا معلم، انا مش عايزك تستغرب خالص. لو جينا نخش كده على خصائص صاعقة المجال دي اللي هي دي كده، تمام. لو جينا نضغط عليها ركز، شوف العظمة بقى، شوف اصلا الشكل عامل ازاي. يعني شوف الشكل حاجة فشيخة. يعني انت عندك هنا طرد كل الاعضاء وانهاء المجموعة، وهنا حرق النسخ بمكالمة، هنا تمكين تزويد اعداد الرسائل. يعني انت تعرف تفيك الشتات براحتك، تمام. قطع النت بجميع انواعه، يعني انت متخيل بجميع انواعه، تمام. إعادة التوجيه وشغل جامد لأول مرة أنت ممكن تشوفه. معرفة من يعطي ويزيل الإشراف في المجموعة، زيادة مدة مشاهدة الحالة، عدم إزالة الرسالة، والشغل الجامد ده كله في النسخة، تمام. الزرار اللي هو بتاع إشارة الأعضاء ده أنا عايزك تركز معايا بس. طبعا بعد ما تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولايك كومنت، وين شوف الكومنتات الجامدة زحلية بتاعتنا. طبعا يا معلم، قبل ما نقول اي حاجه كده، لو انت عايز الخلفيات اللي انا بحطها في الشاشه كده، او اي خلفيات عندي انمي وهكذا، تعالى لي قناه التليجرام اللي هسيبها لك في الديسكريبشن. تعالى هناك بحط فيها الخلفيات والحاجات العظمه دي. خش بقى على النسخه يا باشا كده، خد رأي سبب حرق، بتفتح معانا بالواجهه جامده فشخل. هي دي شكل النسخه، حاجه جامده يا باشا. هي بص شكل مديها كاركتر جامد صراحه. يعني الاصفر مع الاحمر بصراحه جامد جامد فشخ. فانت بقى قدرني كده بلايك وكومنت وظبط الدنيا مع اخوك يعني. وعايز اقول لكم حاجه كمان، ان النسخه بتاعتنا بباسورد، فانت تابع معايا عشان حرفيا النسخه متعوب عليها جدا. الباسورد مكون من 4 ارقام، اقولهم رقمين في رقمين. لو جينا مثلا نبص كده نلاقي فيها اضافه حسابين، وضع الطيران، لايت مود وادراك مود، وحاجات احنا مش مختلفين عليها، تمام تمام قوي. لو جينا نخش يا باشا كده على شكل الشات، خلينا نشوف شكل الشات وركز وشوف الجمدان ولا ايه. تفتح كده يا باشا ده كده شكل الشات، حاجه جامده فشخله. يعني بص بقى عمك هي مش مهم مش مهم، بس حاجه جامده فشخله حرفيا يعني، تمام. عندك تذكر بقى يا باشا وليله جامده فشخ. عندك طبعا فيروس في الشات اهو، ايفون بقى وما ايفونش، وليله سواد سواد. لو نضغط على الثلاث نقط دول كده، هتلاقي بقى عندك رابط مباشر، وهنا تغيير الصوت بقى تخليه انثى، ما انثياشي، انت تخليه زي ما تخليه، تمام. نرجع كده بقى يا عم الحاج، ركز معاه بقى في الجمدان والفشخان والانشفاخ الانفشاخ يلا نخش على الثلاث نقط دول كده. ولو دخلنا على الاضافات والخصائص، تمام، بيطلب منك تابع المطور ومش عارف ايه وليله كبيره كده، تمام. هي النسخة أنا مش عارف هي نسخة مين صراحة. هي النسخة إيه بواسطة الكينج الجيلاني وهتلر الروسي. هي هتلر الروسي، خلينا نقول مثلا انها بتاعت هتلر الروسي ومش عارف، بس هو الاسم هو يا جدعان عشان ما حدش يقول لي مش عارف ايه. خش بقى على القسم وحمايه الاضافات، ركز معايا قوي هنا بعيدا عن اي حاجه، عشان هنا فشخان، انا فشخان. خش بقى على النسخه كده، هتفتح معاك بالشكل ده. تخش على حمايه من الفيروس، شوف بقى الجمدان، شوف الشكل اصلا عامل ازاي. ايه الكاريزميات دي، ايه الكاريزميات، ما علينا. ارسال الفيروسات بسرعه، قص فيروس الشات، تبديل الرسائل، اخفاء لون الرابط، فيروس الحاله، اخفاء لون الرابط ده لازم ما نعملهاش. هنا فيروس الاتصال، ارسال الكونكتات بسرعه، فيروس الموقع. هنا فيروس المستندات الوثيقه، اصلاح فيروس الويب. عندك ازاله علامه المنشن، اصلاح فيروس الكتالوج، ازاله فيروس الميديا، قراءه المزيد، فيروس الشاشه الرئيسيه، تمام. قطع النت، اصلاح فيروس البوت، فيروس كراش كول، اصلاح الباغ ترولي، دي اسم مسلسل تركي ولا على انه اسم مسلسل تركي ده، ما علينا. هنا اصلاح فيروس التواليت ده ولا ايه ده، ما علينا. هنا فيروس الازرار، مش عارف ايه فيروس الازرار بس جامد. هنا اصلاح فيروس الانستا. يعني مش حارمك الراجل، مش حارمك من اي حاجه، حرفيا مش حارمك من اي حاجه. خش بقى على خصائص صحيحه المجال. عندك بص، طبعا احنا قلنا ده في اول الفيديو اللي هو هتضرب الاعضاء والليله دي. طبعا بقى شوف بقى قطع النت، عد معايا بقى، قطع النت بفيديو، قطع النت بملصق، قطع النت بكتالوج وصوره، قطع النت برابط دعوه، قطع النت بخريطه اللي هو بالموقع يعني، قطع النت بملف، قطع النت برساله، قطع النت بمقطع صوتي، قطع النت بمؤخرتك ان وجد عادي يعني عادي. طبعا تعمل اعاده توجيه ومش محدد بقى، اللي هو بيقول لك يمكنك اعاده توجيه مره واحده. ده بقى انت لو عايز، ده الزر ده حلو حلو جامد. ليه بقى؟ لان انت لما بتفعل الزر اللي انت بتعمل اعاده توجيه ل 250 شخص، فانت بالتالي بتكون معرض اكتر ان انت تتحذر، تمام. فانت لما تفعل الزر ده هتعرف تعمل مشاركه مره واحده، او بالاحرى 5 مرات بس، تمام.
فاللي هو العادي حاول لما تيجي تعمل اعاده توجيه للرساله اعملها 5 مرات بس عشان ما تتحذرش، لان شركه واتساب بقت مشدده فشخ اليومين دول. هنا مشاهده الصور بجوده عاليه، لو انت النت عندك فشخله وجامد ابن ناس فعلها، مش فشخله وجامد ابن ناس اوعى تفعلها. انا بقول لك اهو، وخد لك اول رقمين من الباسورد الا وهم 88. نيجي بقى يا عم الحاج، ده فويس تكتب مش عارف يا عم، تكتبوا لنا عربي بقى يعني، هي ناقصه يعني احنا بنقرا عربي بقى، على ان احنا تعليم مجاني وعلى الله حكايه، وبنقرا عربي بالعافيه اصلا. ما علينا. هنا عدم ازاله الرساله، وهنا زياده مشاهده الحاله. يعني انت بص هلا، انت ممكن ترفع فيلم، ممكن قران، ترفع قران نص ساعه عادي، يعني عادي، عشان احنا داخلين مفترجه. خلينا نحترموا نفسينا كده، نحترموا نفسينا، نحترموا ايه؟ رد عليا انت في الكومنتات بقى، ما علينا. هنا زياده مشاهده الحق بقى تاني، ما لسه قايل معرفه من يعطي ويزيل الاشراف، تمام، اللي هو معرفه المالك بتاع الروم من الاخر، اللي هو اللي عامل الروم. هنا عكس الرسائل عشان تحظر وتطير ارقام وتخرب اخرب الدنيا بقى. هنا عدم اظهار النص، هنا سوبر مشرف وهمي، اللي هو انت تعمل نفسك ادمان، اللي هو وهم صباح الفل كده. انا بص انا مشرف بقى، مشرف ازاي؟ بالاونطه، كله بالاونطه كده يعني. سلام عليا والله ينفع مطرب فجامد فشخل. ما علينا. ازاله اعاده التوجيه، يعني ازاله اعاده التوجيه دي للناس اللي مش فاهمه، لو فعلت الزرار ده اي رساله بتعمل لها اعاده توجيه بتبان للشخص اللي انت عملتها له اعاده توجيه ده كانها مش متحوله له، لا كانك انت اللي كاتبها له وبعتها له من عندك كده، فاهم؟ فدي ميزه جامده فشخله، بس ما تحاولش تستخدمها برضه عشان ما تتفشخش. هنا تذكر ايفون، هنا اشاره الاعضاء في المجموعه برساله. هنا اولا اكتب وبعدها امسحها، وبعدها اكتب الرساله ومبروك للمنشن للجماعه في الروم. بص يا باشا، انت تعمل علامه المنشن دي وتكتب الرساله بتاعتك، يعني اولا اكتبها وبعدين امسحها وبعد كده اكتب، يعني بص تكتب علامه المنشن وبعد كده تمسحها وتكتب الرساله بتاعتك وتحط علامه المنشن وتبعت. كل اعضاء الروم، يعني كل اللي في الروم، الرساله اللي انت بعتها دي هتروح له، كل واحد هتروح له في الخفشات وكده، لو مساء الخير وليله كبيره كده. نرجع كده يا باشا، خش على مزيد من الاعدادات، شوف بقى الجمدان. يلا اشكال الاسطر والشاشه، بص خلينا مثلا وليكن انا اختار الشكل الثالث مثلا. لو جينا هنا بقى شوف العظمه، حتى ايقونات البحث انت تعرف تغيرها بالنسبه للبنات بقى اللي بتحب المنطقه الجامده في الشغله دي. لو جينا هنا بقى يا باشا تغير برضو شكل اضافه الحسابين برضو زي ما انت عايز، وضع الطيران برضو تختار اللي يعجبك. فاحنا وليكن نخليه مثلا رمضاني بقى والليله الجامده دي، فانا مثلا اخليه هلال اهو، تمام، هلال جامد زحليق. نيجي كده مثلا نخلي وضع الطيران وليكن زي ما هو، مش مهم. نرجع كده، عندك اشكال الوجه، عندك 4 اشكال، خلينا نختار 3. هنا ايقونه البحث، تمام، اظهار ايقونه الكاميرا، اظهار ايقونه البحث، ايقونه الرساله، اظهار اضافه الحسابات، اظهار زر التفعيل، تمام. المزيد من خيارات في الدردشه، يعني انت لو عايز تفعل ده بيبين لك حاجات كتير في الدردشه. رساله منفصله، عرض المحادثه السريعه لو انت عايز تعملها برضو، موقع المحادثات السريعه. يعني بص جامد، بص جامد بيفتكر، جامد فشخ، جامد حط لك كلام، حط لك عشان ما تبقاش مخك. انا مش عارف والله انا بقول ايه، بس ما علينا يعني. نرجع كده عم الحاج، تزييق، يا نهار اسود. شوف بقى يا باشا، ده انت بتفيك الريك وحاجه اخر قله ادب. يعني انت تبقى بتسجل ريك 3 دقايق مثلا، ده انت عمرك ما تعد، انت لو بتغني له مش هتعمل له ريك 3 دقايق. فانت لو عايز، فبيبان له الريك بالعدد ده كله اللي هو 10000 ساعه، ازاي ما يتجلط مش مهم. تنظيف النسخه، تبقى عيل، تبقاش عيل جاف وننظف نسختك. انا بقول لك اهو، تاثيرات ال3 دي، اختار بقى الشكل اللي يعجبك. انا اختار 6 مثلا، يعني 6. هنا تاثيرات سقوط التلج، لو انت عايز بقى سقوط تلج وليله جامده بفتيكه موجود. نرجع كده اعمل حاج، هنا تاثيرات التنقل، لو انت برضه عايز تتنقل يتنقل عادي يعني، انت حر. هنا ادعم المطور باشتراك، نخش بقى على المطور باشتراك، نشوف بقى قناه المطور دي. قناه المطور تظرف اشتراك عشان ما اظرفكش انا اشتراك. انا بقول لك اهو من الاخر، من ابو اخر. نرجع كده بقى اعمل حاج، عندك بقى الحمايه والخصوصيه اللي هي الاعدادات البلس، يعني اللي هو منع حذف الستوري وانا مش عارف ايه، واخفاء مشاهده الستوري واللي في نظام باسورد والحاجات الجامده في شخله دي. وطبعا السمات بقى، عندك برضو السمات يا باشا. النسخه دي حرفيا اكتر نسخه متكامله، يعني دي اكتر نسخه متكامله حرفيا. لو جيت تسالني ايه احسن نسخه نزلت في قناتك لحد دلوقتي في الفتره الاخيره، اقول لك دي حرفيا. شايفها جامده، شايفها جامده فشخ يعني.
الكل سيم لجميع الواجهات. لو انت طبعا الاعدادات دي احنا عارفينها بقى، وتخفي الوسائط من المعرض والنسخ الاحتياطي والاعدادات والحاجات دي كلها، طبعا احنا عارفين الشرح ده كله يعني، فمش هنحتاج نشرح في اي حاجه. لو وقفت معاك اي حاجه عرفني. بالنسبه للناس اللي بتقول لي احنا دلوقتي عايزين نخفي، ما نخليش حد يعرف ان احنا متصلين او ان احنا بنكتب او هكذا، بص يا سيدي، هتخش على الحمايه والخصوصيه، هتخش كده بص اهو، من يستطيع، اللي هي الخصوصيه دي، شايف الخصوصيه دي؟ بص ركز معايا، هتيجي هنا مثلا جهات الاتصال اهي، تمام، هتخش كده، تمام، اخفاء زر اللي هم اخفاء الكتابه. لو انت عايز تخفي يعني، انت بص اهي، هتيجي على اهي، نرجع تاني اهو، هتخش على الحمايه والخصوصيه في اي نسخه، تمام، وهتطلع كده هتلاقي دول في اي نسخه، هتيجي على جهات اتصالي او لو بالانجليزي اللي هي مش عارف كرييت مش عارف ايه كده، ما علينا يعني، وتخش عليها وتفعل دول كلهم. طبعا بقى هيخفي الصحين، وهيخفي انك شفت الرساله، وهيخفي ان انت بتسجل، وهيخفي ان انت بتكتب، وهيخفيك انت شخصيا لو عايز يعني. خد لك بقى اخر رقمين من الباسورد الا وهم 33. نرجع كده يا عم الحاج ونرجع تاني، وفي النهايه بقى عايز اوريك اهم حاجه في فيديو النهارده، دي افشخ حاجه في فيديو النهارده. بص يا معلم، دي قناه تيتو رو. لو انت بقى ما تعرفش ايه قناه تيتو رو دي، فاحب اقول لك انها قناتي وبلخص لك عليها افلام وشغل جامد سحليق عليه، شغل جامد مفتك على النعم. عندك راجل بغل زي البغل اهو، وعندك بنت مزع انا بكرش عليها، كنت بكرش عليها في الفيلم فعلا يعني، وعندك برضو الاكشن، وعندك هنا الاثاره برضو، وفي رعب وليله يعني ليله. فانت كل اللي مطلوب منك تعمل لك سبسكرايب بس صغنونه قد كده، وتفعل زر الجرس، لان تلتين الناس اللي بتشترك ما بتفعلش زر الجرس ده، تعملوا الكل كده وبص كده اعمل حاجه. ده كان الفيديو بتاع النهارده يعني، ما تنساش بقى تقدرني بلاك وكومنت ومش سلام.